عندنا X6 هذا، عندنا X6 هذا. لكن خلينا نشوف الموتر هذا وش صار فيه أو وش قاعد يصير فيه. سيارة موديلها 2015، تخيلوا معي استخدام 2 بس، شوفوا وش صار. خلوكم من هذه تطلع طبيعية، لكن شوفوا هنا البوية نفسها رايحة، هنا البوية نفسها رايحة. طيب هنا البوية محترقة. طبعا الجهة هذه حالتها الطبيعية، الجهة هذه بعد المعالجة. شفتوا اللمعة كيف؟ اللمعة حلوة، ما اختلفنا ان الخدوش اللي على البوية راحت، لكن فما بالكم لو كانت التقشر اللي هنا والحرق اللي هنا ما كان على البوية. يعني لو كان مسوي حماية أول ما شرى السيارة، كانت الخدوش هذه بتصير على نفس الحماية وبويته بتكون بالسليم. الحرق هذا لا تتساهلون فيه، هذا سببه فضلات الطيور عزكم الله. يعني إذا شفت فضلات طيور على سيارتك لا تتهاون فيها وتخليها تقول بغسل الأسبوع الجاي، بغسل مدري متى. لازم بنفس الوقت تمسحها، لو بمنديل لو بأي شيء، لأن إذا جلست وقت طويل على السيارة تبدأ تحرق البوية وتنزل تحت، ولو جلست وقت أطول من كذا كان تشوفون الحديد كبوت نفسه، خلاص تروح البوية. هذه البوية نفسها احترقت لكن باقي فيها، يعني من بعيد. شوفوا اللمعة هنا، شوفوا اللمعة هنا، فرق السماء عن الأرض. لكن حرام والله أن كل الخدوش هذه على نفس البوية. وانتبهوا تكفون، انتبهوا من فضلات الطيور، لازم تمسحونها، تغسلون السيارة أول ما تشوفونها، لأن إذا جلست تحرق البوية، تروح عليك البوية. نجي الحين جوا السيارة ونشوف وش صار عليها. شوفوا الجلد قبل وبعد وقبل، شوفوا الفرق. طبعا هذا مبدئي، هنا وضح الحين، شفت شلون؟